بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في فيديو النهارده خبرين جامدين للزملكاوية الصابرين: بقاء زيزو والتعاقد مع موسيماني. صلي على الرسول وندخل في الموضوع على طول. محدثكم وافي عرف على قناة جوه الجول. أخبار كتير على مواقع وصحف كتير جنوب أفريقية وكاميرونية وسنغالية ونيجيرية كلها بتتكلم على الزمالك وبيتسو موسيماني، لأنه كان من ضمن المرشحين لتدريب الفريق الأبيض. طب إيه اللي جد في الموضوع؟ اللي جد إن بيتسو موسيماني أصبح حر بدون ارتباط بأي نادي. مش بس كده، وكمان الصحافة الأفريقية بدأت تتكلم على تفاصيل التعاقد بالتفصيل، وهي عقد لمدة 3 سنوات بمرتب شهري 200 ألف دولار هو ومعاه 5 مساعدين. وده معناه إن في فعلا تفاوض وصل لمراحل متقدمة مع بيتسو موسيماني من قبل إدارة نادي الزمالك، اللي شايفة إن ده الوقت المناسب للمدرب الجديد، لأن عنده فرصة في أثناء توقف الدوري لأكتر من 40 يوم إنه يتعرف على الفريق ويحفظهم طريقة لعبه. والأخبار اللي طالعة من جوه نادي الزمالك إن الزمالك المرة دي بيستهدف التعاقد مع مدرب يجيد التعامل مع بطولات أفريقيا، وهيكون مين أفضل من الموس بابا المجال. لو الزمالك قدر يتعاقد مع بيتسو موسيماني هتبقى خطوة جوه الجول. الخبر الثاني اللي معانا النهارده هو اتجاه رأي معظم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك إلى عدم التفريط في أحمد سيد زيزو نجم الفريق، إلا في حالة واحدة، وهي وجود عرض كبير جدا مش أقل من 10 مليون دولار، واللي من خلالهم يقدر الفريق يشتري 2 أو 3 لاعبين بأسماء كبيرة تعوض غياب نجم الفريق زي رمضان صبحي، عبد الله السعيد، نجوم من نفس النوعية دي. واللي يخلي جمهور الزمالك يطمن ان احتمالات بقاء زيزو اصبحت كبيره. اولا ان عرض نادي الشباب السعودي كان برقم حوالي 4 مليون دولار، وبعدين اترفع ل 5 مليون دولار، ولما الزمالك صمم على طلب 12 مليون دولار اداره نادي الشباب صرفت نظر عن الموضوع وبدات تبحث عن صفقه تانية بديله لزيزو. والسبب الثاني ان مفيش لاعبين كبار متاحين في الوقت الحاضر يقدر الزمالك يشتريهم، وكل اللعيبه اللي بيفاوضهم الزمالك لاعبين عاديين مفيش فيهم الاسم اللي يعوض الجماهير غياب زيزو، وبالتالي مفيش اي أهمية لسداد غرامة سبورتنج لشبونة في فترة القيد الحالية، واحتمال لتأجيل السداد إلى فترة الانتقالات القادمة في أول الموسم. لو الفيديو عجبك اعمل اشتراك في القناة، والسلام عليكم.